الغبر ماكو مشكله فيه، مو حمر؟ اي فيتامين ماكو. اي فيتامين هذا يقول حق التهاب. يقول فيك التهاب. طقني 2 بقى طقيت 4 بقى 2. لأنه وايد تافهه. اي واجد. والله ما نعرف فيها من يا شيخ، ما ادري. واحد يقول لي فيك ظروف، واحد يقول عصب، ما ادري. وضعنا بالطوشه هذا الشيء. تظن ظروف يا استاذ؟ والله الحين وارمه ما يبين معاها. قول يا الله. ونعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حجامه دكتور السويدي، حجامه ولا هذه حجامه. احنا نخلي الماء يطلع برا روحه. بسم الله. تقول يا رب. لا تحاسب يخاف. لا ما كله نغزل. ما عليك. احنا تحملنا الشوي. ريحنا. والله. حاول لا يمشي عليها وايد عشان لا تلتهب. نروح البيت. ايه. حط لك كيس لانه فيه ثلج، حطه على رجلك وتشد وترخي وتشد وترخي وترفعها فوق. لا تجفسها وايد، هذا كله ماي العضلات نازل معك، فكل ما تهوس عليها تمشي تدوس على الغضروف فيأذيك يلتهب اكثر. وش اسوي يا شيخ؟ كله دم بعد تحت الماء. كلامة الثلج شيخ؟ الثلج اليوم بس 10 دقائق وتشيله. بس عقب خلاص. بس يعني تحط الثلج 10 دقائق وتشد وترخي وتشد وترخي. تحط الشيء في الثلاجة الفريزر، انتي بعد ساعة ساعتين تحطه مرة ثانية كذي. لمدة على الركبة يعني؟ اي على الركبة. لمدة كم يوم؟ بس يوم واحد بس اليوم. حسس الالتهاب بس. اسبوعيا شنو في عوار راح تجيني. ها؟ اسبوعيا شنو في عوار راح تجيني ان شاء الله. راح اجيك الاسبوع الجاي ها؟ اي نقول لحد اثنين نشوف شنو فيه. بس حاول لا تحط ضيقك عليها، وكل ما انا قاعد اقويها ارفعها فوق اقويها ارفعها فوق.
يعني ما امشي عليها دكتور شيخ؟ لا مو وايد، لان تلتهب ضعيفه. متى ما حسيت ان النريل قويه تمشي ماكو مشكله. ما دام ضعيفه كل ما احك ينزل